حلقة تحت عنوان اتحاد افريقي. بس طيبين قوي يا خال، طيبين قوي. والله طيبين اوي يا خال. فيلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد صبري ودي كرة مع أفوكاتو. يعني حلقة النهاردة بصراحة معمولة لمناقشة 3 مواضيع، منهم موضوعين مرتبطين ببعض، ألا وهو عايز أسأل سؤال. يعني لما أنا كنت من كام سنة كده عملت الحلقة بتاعت، ودي كانت عاملة أعلى نسبة مشاهدات عندي على القناة، بتاعة الأهلي والوداد لما خسرنا في النهائي، الواقعة الشهيرة بتاعة الاتحاد بتاعنا الجميل كيوت بصراحة، اللي خبى الجواب بتاع الاتحاد الإفريقي، ولعبنا الماتش في النهائي هناك يعني في المغرب. ساعتها أنا ما عبتش على المغرب في حاجة ولا على الوداد في حاجة، وقلت بتاع دوت ان احنا في الحقيقه اتغلبنا في الملعب. يعني اتغلبنا كوره، سيبك بقى من ان احنا لعبنا الماتش من مباراه واحده، او لعبنا النهائي من مباراه واحده هناك كان في المغرب. بس يعني ايه، كنت شايف ان احنا المشكله عندنا، احنا اللي وحشين، احنا اللي ما لعبناش كوره صح، احنا المدرب غلط. ورغم ذلك يعني الناس طلعت انتقدتني وزعلوا قوي مني لما بقول لهم خلصنا من الروراوه طلع لنا لقشع. عرفنا دلوقتي، اعتقد يعني احنا عرفنا دلوقتي لقشة. شايفين بيحصل ايه دلوقتي. انا عايز اسال والله، يعني رغم ان احنا علاقتنا كمصريين بالجماعه بتوع شمال افريقيا ما عدا التوانسه، يعني بالرغم من الراجل اللي عمل اللي نزل العلم بتاعنا، يعني مش قد كده. بس عايز اسالهم، انتوا راضيين على اللي بيحصل دوت؟ يعني انتوا حاسين ان انتوا خدتوا حقكم؟ انتوا تمام كده؟ انتوا كده قابلينها على نفسكم؟ ده السؤال اللي انا عايز اساله بقى من الاخر. يعني هل انت قابل على نفسك تاخد البطوله بالشكل ده؟ يعني احنا شفنا الماتش وشفنا الملابسات بتاعته، والسنغال كان حقها على فكره تمشي وتتقمص وتتعمل والكلام ده كله، ورغم ذلك الراجل يعني ما، يعني السنغال ما سابق، الحكم ما صفرش، ما انهاش الماتش، ما قالش ان السنغال منسحبه. انتوا قابلينها على نفسكم بالشكل ده؟ طيب الحاجة التانية بقى اللي أنا عايز أقولها، إن الأهلي ما طلعش الننوس ولا منتخب مصر. لأن أنا والله العظيم سمعت حاجات كده في التعليقات الفترة الأخيرة دي. يعني واحد أولا من الماتش بتاع الوداد بيقول لي أنت مالك بالأقشع ومش عارف إيه. أديك عرفت أهو، الكلام رجع أهو ورد في وشك، عرفت الأقشع بيعمل إيه. ثانيا، منتخب مصر لما ما وصلش لنهايات 2010 والجزائر اللي وصل، واللعب بقى في القوانين وعدم الاحتكام للمواجهات المباشره او عدد الاهداف اللي كانت لصالحنا، وان احنا نلعب ماتش فاصل، ده غير اللي حصل في التسعينات. الناس اللي كانت يعني مصر برضو في التسعينات ما عرفتش توصل كاس العالم بسبب طوبه. ويعني انا مش فاهم الناس اللي كانت بتقول لي عيسى حياته منتخب مصر هو يعني البطولات اللي خدها دي بالتحكيم ومش التحكيم. والله حاجات استفزتني، يعني خلتني اطلع ارد بقى على الكلام ده كله النهارده. لا منتخب مصر ننوس، ولا التحكيم ولا الاتحاد كان خدمه، ولا الاهلي ننوس والتحكيم والاتحاد المصري والاتحاد الافريقي والليله دي كلها جايه معاه. الاتنين الدنيا واقفه ضدهم. وبعدين المنطق يعني، الفرقه اللي خدت 3 افريقيا ورا بعض، الفرقه اللي كان فيها ابو تريكه وعماد متعب ووائل جمعه وعصام الحضري والاباطره دول، يعني انا مش فاهم. اللي لعبت مع البرازيل وخسرنا منهم 4-3 بالعافيه بعد ما بهدلناهم، وغلبت ايطاليا 1-0 في كاس العالم للقارات. الفرقه دي كانت يعني ده خد عندك، مسكت 2008 او 2008 دي بالذات. يعني البطوله دي غاليه عليا قوي، لان احنا بصراحه شلوحنا كل القوى الكبرى العظمى في افريقيا. يعني عندك كله بلع 4، كوت ديفوار بلعت 4 والكاميرون بلعت 4، فصباح الفل. يعني احنا كده محتاجين التحكيم في حاجه، محتاجين الاتحاد الافريقي في حاجه، مش بدراعنا يعني.
ومش الاتحاد الافريقي يعني صعبان عليه ان الاهلي كل مره يعني هو المرشح الاول والاوحد والاقوى والافشخ والاجمد وكل الافلامانات دي كلها. واحد يقول لي انتوا يا عم انت ده انا مش فاهمك والله العظيم. يعني الاهلي في حالته السيئه ديت وانت برضه تعين له نفس الحكم اللي ترك جراديشار الماتش بتاع ايجل نوار دوت، والحكم يعني يبان بالمنظر دوت، وتمنع الاهلي من انه يلعب بتاع دوت بجمهور الماتش الجاي ده. رغم ان خد بالك ماتش الوداد، ارجع تاني للقشع، الوداد كان موقوف له العقوبه لحد ما كررها تاني. احنا لا، احنا من اولها كده اول وقعه، ومفيش سكينه معجون في الموضوع، يعني مفيش سكينه معجون، مفيش حاجه قلع حد، شويه ازايز بس. اللي احنا لما نعمل حاجه لازم الدنيا تتشال وتتهد. الاهلي مش ننوس يا جماعه، الاهلي مش ننوس. الاهلي بعد ما ميدو قال لك انا عايز العداله التحكيميه، يرجع الزمالك يتمسك بالتحكيم المصري ويتعدل اللائحه اصلا. بعد ما اللائحه تتعدل عشان خاطر الزمالك انسحب في الماتش في الموسم اللي قبله، فالمره دي لما الاهلي انسحب هو اللي استفاد من التعديل، فما عجبهمش وراحوا رفعوا قضيه. واتحاد الكوره قبل كده يا جماعه زمان لما خبى الجواب بتاع الاتحاد الافريقي، فين بقى الاهلي النانوس؟ وابراهيم نور الدين لما اعترف ان في ماتش الطلائع الكره كانت عدت وما حسبهاش. وعلى فكره الماتش ده انا اتكلمت عليه والحلقه بتاعته موجوده على القناه ايام موسيماني. عايز اقول لك ان كله كان مقصود، مفيش حاجه كده. عايز اقول لك ان بعد الماتش دوت الاهلي لو كان كسبه كان هيبقى عنده الامل انه ينافس على الدوري. بعد الماتش دوت خلاص، ما الاهلي ما اتظلمش. الاهلي بعد الماتش ده ما اتظلمش. الاهلي اتظلم في الماتش ده عشان كان لازم الاهلي يخسر في الماتش ده. فكله مقصود يا جماعه، ما الاهلي مش ننوس. الحاجه الاخيره بقى اللي انا عايز اتكلم فيها هو الحاجات الفنيه بقى. يعني كان الماتش اللي فات ما اتكلمناش في النواحي الفنيه كتيره، بس يعني المره دي الموضوع اسوأ بصراحه، لان هو الراجل لعب 4-4-2 الماتش اللي فات بحريه حركه بقى لزيزو وامام عاشور وتريزيجيه وبن شرقي. لخبط الفرقه اللي قدام. بس خد بالك الفرقه اللي قدامك كانت، انا قلت لك الحلقه اللي فاتت ان احنا كانت فرصنا اعلى لان هم عايزين يهاجموا، عايزين يكسبوا على ارضهم. تخيل بقى على ده كله، يعني لولا الحكم الفاسد ده الاهلي هناك كل الاستاتستكس بتاعته حلوه الاستاتستكس دي الاستاتستكس بتاعته كلها او الاحصائيات بتاعته كلها يعني اعلى من الترجي. احنا كنا عندنا يعني الاهلي في الماتش دوت اعلى استحواذ، اعلى تسديدات، اعلى في المحاولات على المرمى، اعلى في كل حاجه. لكن الحكم ابى ان احنا نعدي في الماتش ده. فرصنا هناك كانت اعلى لان هو هنا هيجي يدافع ويلعب على المرتده، وهو حلو قوي في الكره المباشره السريعه للفراوده بتوعه. يعني الترجي حلو قوي في الحته دي للاسف. وبعدين الاهلي بيعاني من حته ان انت ما عندكش تارجت مان، ما عندكش فيرود. يعني بندفع الثمن وهنفضل ندفع الثمن ده. انت هنا ما اعتقدش هم لما بيجوا يرصوا الاتوبيس ورا الاهلي بيعاني مع المدرب ده بالذات يستروب ده. الاهلي بيعاني. ايه الطريقه اللي احنا ممكن نلعب بيها؟ يعني لما نيجي نقابل الترجي انا مش قادر احط تخيل لان انت ما عندكش فرود. وما اعتقدش نفس الطريقه اللي احنا لعبنا بيها هناك نلعب باتنين مهاجمين وهميين دولت هتنفع هنا. مش عارف، بس يعني لازم حسين الشحات يشارك من بدري. وانا هموت وديانج هيجيب لي نقطه، لان كل كوره ديانج بيستلمها سيبك من انه بيقطع، اول الكوره ما بتيجي في رجله بقول يا رب يخرجها صح، يا رب يخرجها صح. ما اعرفش ديانج خلاص بقى اخر كام شهر في عقده بقى وخلاص. ولو اني يعني لا اظن في الراجل كده يعني. والراجل بتاعنا دوت اللي مفيش روتيشن خالص وتغييرات دايما متاخره. يعني حسين الشحات كان المفروض ينزل من بدري. فهو احنا بنتكلم في انه لا، اللعيبه بقى هي لازم تجيب اخر ما عندها. وخاصه احنا شفنا في الماتش اللي فات اللعيبه لما يعني انا بقى لازم ادوس.
انا اللي لازم ادوس على نفسي، وانا اللي لازم اموت نفسي، وانا اللي لازم ارجع وادافع مع المدافعين بتوعي، وانا اللي يعني خلاص بقى الموضوع ما بقاش مدرب دلوقتي بصراحه. الموضوع بقى موضوع كرامه وروح التيشيرت والكلام ده. الموضوع ما بقاش موضوع مدرب خلاص دلوقتي. ف يعني تلخيصا للي حصل النهارده، يعني حرام والله اللي حصل مع السنغال والجماعه المغاربه. يعني عايز اقول لهم انتوا لو انتوا راضيين على الكلام ده حلال عليكم، صباح الفل. والاهلي مش ننوس، ولا منتخب مصر خد بطولاته بالتحكيم وعيسى حياته والاتحاد. بس كده. لو عجبكم الكلام دوت معلش طولت عليكم المره دي. ما تنساش اللايك، الشير، الكومنت، سبسكرايب. ولو انت بتتفرج عليا من على الفيسبوك او التيك توك يا ريت تروح تشترك في القناه. سلام.